بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير كده ان شاء الله باذن الله وايامكم كلها هنا وسعد باذن الله يا رب. يوم جديد كده وروتين جديد ان شاء الله بقى، يعني ايه؟ النهارده الروتين هيبقى هو روتين قوي جدا جدا وروتين متين، وهتتنشطي هتاخدوا نشاط. وكمان انا الحمد لله جبت الكفر للركنه، جبت لها بياضات هتشوفوها ان شاء الله بقى. عايزه رايكم كده. طبعا في الأول كده بسلم على اخواتي وحبايبي اللي معايا دايما ومتابعيني، وبرحب بالمشتركات الجداد، ارحب بكم جدا جدا. ولو اول مرة تشوفيني بقى اتمنى كده تدوس على كلمة اشتراك، تشرفيني وتنوريني ونتعرف على بعض اكتر واكتر، وتدخلي عيلتنا الجميلة ديت. اللهم بارك. بجد ربنا يحفظكم ويبارك فيكم كلكم، بجد ناس ذوق جدا جدا جدا. بحب أشارك معاكم فقرة الفطار، عشان في ناس بتطلب مني إن أنا أشارك فقرة الفطار، عشان أشجعهم كده إن احنا ناخد الفطار بتاعنا وناخد حاجة كويسة جدا تدينا يعني طاقة كده، وتكون حاجة مشبعة وحاجة مفيدة، مش حاجة مضرة بقى يعني، ولا مثلا كيكات ولا حاجات على الصبح كده، لا يعني ناخد بروتين كده، ناخد النشا بتاع النشويات بتاعتنا، العيش والبيض. أنا دايما بيبقى معظم فطاري بيبقى بيض مع العيش وجبنة بقى، حاجة كده جنب البيض يعني. عملت بيض اوبليت كده، عملته في قلب العيش زي ما شفتم كده. وهعمل بقى اللي عملت القهوة بتاعتي. بس كده عملته كده في قلب بعضه يعني، وبديله تحميرة كده في الطاسة. التحميرة دي بصراحة بتبقى مديها طعم حلو قوي قوي للعيش كده. وانتي بتاكلي السندوتش، عايزة تحطي عليه جبن، عايزة تحطي عليه طماطم وفلفل، مفيش مشكلة برضو، بيبقى طعمه حلو، تغيير يعني. طبعا بشكركم جدا جدا على الكومنتات الجميلة اللي بتكتبوها، ورأيكم في ان السفرة حلوة. بقول لكم والله فتحتوا نفسي، بشكركم جدا. ربنا يحلي ايامكم يا رب كده. وحلوة هي عشان في عينيكم، بس عشان انتوا عينيكم حلوة، ربنا يخليكم يا رب. النهاردة بقى ان شاء الله زي ما قلت لكم كده هيبقى معانا الكفر الجديد، وهنعمل بقى نشاط كده، شوية نشاط وتنظيف بقى، وتنظيفات عميقة وحاجات حلوة كده. وكمان هنغير شوية في الكوفي كورنر بتاعنا هنا. بس قلت بقى افطر كده واخد القهوة بتاعتي، وبعد كده اشوف هعمل ايه. انا هنا جيت على المطبخ، هو كان الحمد لله تمام ورايق، بس قلت بقى ايه، برضو اخلص كده يعني الطبقين بقى والكوباية والحاجات دي كده بتاعة الفطار. برضو لو في حاجة هتتحط في الغسالة، لو في حاجة هغسلها على ايديا. وكنت مطلعة الفرخة دي كده عشان هعملها يعني للغدا. قلت ارتب والمطبخ يعني الحمد لله. فقلت ايه، عشان مش بعد ما اخلص بقى يعني بره الريسبشن والكلام ده كله ادخل الاقي المطبخ مكركب. لا، اول باول كده خليني اشيل اي حاجة إيه عايزة تتعمل على طول يعني. هو كان الدنيا كانت تمام. وكمان بقى كنت عايزة اجاوب كده على حد كان بيقول لي اعملي ريفيو عن غسالة الأطباق. حاضر إن شاء الله بإذن الله. أنا عملت عنها قبل كده بس هعمل لك تاني، مفيش مشكلة خالص. وقلتوا لي حد كمان، حبيبتي تسلمي، كتبت لي ان في ويدج اسمه ديكورات، لو عايزة ان انا اطلب يعني بياضات او كوشنز. هتشوفوا بقى انا جبت ايه وهقول لكم جبت منين. كان حد بيقول لي اسم المحل بتاع التوابل اللي انا قلت عليه المرة اللي فاتت. انا قلت انا اسم المحل نفسه مش فاكرة اسمه، لكن الشارع دوت هو المكان دوت اللي هو في رمسيس في محافظة القاهرة. آه، مكان شارع هناك اسمه باب البحر في رمسيس. هو الشارع دوت هتلاقوا فيه بقى محلات توابل كتيرة جدا، محلات عطارة وكل حاجة بصراحة يعني. الحاجة هناك سعرها حلو تقريبا. هو جملة، هو يعني اللي اكتشفته هو أكيد ده جملة يعني. كان في حد كمان كتب لي بتقول لي هي اسمها مريم على ما اعتقد يعني. هي بتقول لي ان السفرة شيك ومدية فخامة، وكذا حد يعني كتب لي ان اللون البني كاسر شوية اللون الفاتح. طبعا انتوا معاكم حق. وهي كانت بتقول لي حطي السفرة في النص، وخلي الانتريه يكون هو الاول، وبعد كده الركنة بالشاشة عند البلكونة. انا يعني في برضو انتوا كذا حد كتب لي الكلام ده. انا هنا بس جيت بقى على على الركنه كده، دخلنا سريعا بقى اديتها تنفيضه كده. وهتشوفوا كده هنعمل الروتين بتاعنا كده، عشان برضو ايه انتوا كمان تتشجعوا لو وراكم حاجه كده برضو تعملوها. بما ان بقى هنحط البياضات الجديده كده، قلت اعمل تنظيفه حلوه كده للريسبشن هنا قبل ما احط البياضات. فهي كانت عايزاني احط الركنه دي هناك عند البلكونه، واحط هنا السفره والانتريه يبقى مكان السفره. يعني السفره كده المفروض في ظهري كده يعني. انا قلت ان انا يعني حته ان انا حاطه الانتريه هو اللي هناك خالص عند البلكونه ده مثلا للضيوف، لو حد غريب يعني غريب قوي فيبقى بعيد تماما عن الجزء اللي فيه الاوض
كده يعني. انا الركنه هنا احنا بنقعد فيها، ده يعتبر ده الجزء بتاع الليفنج بتاعنا. طبعا شديت الركنه، قلت انضف وراها، ولقيت دودة موقعنا فلوس معاها شويه جنيهات كده محوشاهم ماشيه بيهم طول النهار رايحه جايه، فكل شويه جنيه يقع في حته. هنا بقى لقيت 2 جنيه. فدي الفكرة، ان هنا ده يعتبر الجزء الليفنج. انا مش يعني انا كنت عايزة فعلا احط السفرة في النص، بس برضو الانتريه يكون عند البلكونة بحيث ان هو يكون بعيد. ابعد حاجة ده الجزء اللي مثلا ايه هيبقى للضيوف. عارفين زمان كان في كده، يعني انا بشوف في الافلام، وكان زمان قوي فكرة ان يعني مكان كده اوضة دي كانت بتبقى اسمها اوضة الضيوف. وزمان برضو يعني دي كانت في كل البيوت تقريبا يعني. انا يعني مثلا جدي وكده، بيت جدي دي كانت ما شاء الله يعني سرايا، ولكن كان في اوضه كده كبيره جدا، دي كانت يقول لك دي اوضه ضيوف، ما كانش حد بيدخلها يعني. فانا يعني انا من جوايا انا عايزه اعمل مكان يكون للضيوف بعيد عن الشقه كلها. هنا انا بوريكم بقى الدنيا كانت عامله ازاي بقى، يعني ايه ده اللي هو خلف الكواليس يعني. انا بقى كنت شاده الركنه وبنضف وكده يعني، وشلت كل حاجه. فعشان تبقوا عارفين انا يعني عشان كده حاطه الانتريه يبقى بعيد. وكمان ما حبيتش احط السفره في النص ليه، علشان قلت ايه، طب ما انا ممكن لو عندي ضيوف مثلا قرايبي يعني ناس في من العيله، يعني ناس مش من بعيد عندي مناسبه حاجه، افتح الركن على على الانتريه، بيديني مساحه كبيره جدا يعني. بصراحه لما بيكون عندي مثلا عدد، بفتح الركن على الانتريه بيكون بقى عامل مساحة كبيرة، وبتبقى حلوة كده يعني موسعة الدنيا معايا. بس ده اللي خلاني احط السفرة على الحرف هنا كده. انا كنت حابة ان انا احط الركنة هي اللي مكان السفرة، تبقى في الاول خالص كده ناحية الاوض كده يعني. انا حتى في شقتي اللي قبل كده كان الركنة دي كانت محطوطة في أوضة، يعني كانت أوضة الليفينج، والانتريه برضو كانت بره في الريسبشن، وكان عندي الريسبشن مقسوم 2 كده يعني. فكان برضو في خصوصية قوي للضيف، لو ضيف جه يبقى في خصوصية للبيت، يعني ما يبقاش بصراحة جارح البيت ولا أي حاجة. يا رب تكونوا انتوا كمان فهمتوا وجهة نظري. انا طبعا عمري ما بزعل من التعليقات بتاعتكم، انا بشكركم جدا جدا ان انتوا بتشاركوني وبتدوني رأيكم طبعا. كل واحد يعني مثلا بتشوفي الحاجة اللي مناسبة لبيتك او كده، لكن آرائكم كلها على راسي، وآرائكم كلها بتبقى حلوة على فكرة يعني. بس وانا كمان بوصل لكم وجهة نظري. هنا بقى يعني انا شديت الركنه في الاول، مسحت تحتها وكنست ومسحت تحتها، وقمت مرجعاها علشان ما افضلش اشد وارجع فيها كل شويه. والانتريه انا ما شلتوش من مكانه، انا لميت السجاده كده، وعملت من تحت برضو الكراسي بتاعته والكنب وكده، بس ما صورتش الجزء ده هناك وانا بعمل فيه. رجعت بقى الركنه كده كانت تمام. وبعد كده بقى جيت على السفرة هنا. انا بصراحة يعني بشيل الكراسي، قلت هنضف كده من تحتها. فوانا بعمل العملة دي قلت ايه، طب ما ادور السفرة اخليها بالطول يعني. فالدنيا بصوا اتدورت معايا تماما، انا غيرت شكل السفرة خالص، هتشوفوه برضو في اخر الفيديو، او في شوية كده مش في الاخر قوي يعني، واحنا بننظف مع بعض هنا. انا اول ما جيت الشقة هنا كنت حاطة السفرة بالطول قدام البوفيه كده زي ما انتوا شايفينه كده. وبعدين قالوا لي لا بلاش كده، يعني ايه خليها بالعرض كده تبقى قدام البوفيه بالعرض. قلت خلاص ماشي. لكن الكرسي، شايفين الكراسي اللي هي اللي على قائمة السفرة من هنا ومن هنا من الناحيتين دول، ما بيدخلوش لجوه يعني، فبيضايقونا، حتى واخدين مساحة كبيرة. ولما باجي حد بيقعد من ناحية من الناحية التانية اللي هي من ناحية الحيطة، الجزء اللي هناك ده بيبقى مش عارف يقعد كويس، بنضطر نشد السفرة لو احنا بقى كلنا قاعدين على السفرة وكده. حبيت ان انا بقى اجيبها بالطول. انا هوريكم بقى الشكل، وانتوا برضو قولولي في الكومنتات، يعني انتوا الكومنتات بتاعتكم دي بتنفعني جدا جدا وبتساعدني جدا جدا يعني. هوريكم الشكل وانتوا برضو تقولولي. المهم بقى شديت الكراسي كده، وجبت برضو مية بقى كمان تاني، جبت دور بقى تاني كمان نضيف كده، مية بالكلوريل. بيبقى حلو قوي في التنظيف يعني، بحبه جدا في التنظيف. ونضفت كده بقى تحت السفرة. الأيام دي طبعا مشغولين شوية بالمدارس، ومش عارفة أظبط مع اللي بتيجي تساعدني وكده. لسه والله ما جاتش الشهر ده خالص. فربنا يسهل كده والدنيا تظبط، عشان الدروس كمان بدأت وبدأت أنزل وكده. عايزة أظبط يوم كده إن شاء الله عشان تيجي، وبرضو نعمل تنظيف أكتر من كده، عشان هي بتساعدني برضو يعني، بتشيل عني هم تنظيف الشبابيك دوت، والكلام ده بيبقى متعب قوي بصراحة.
رجعت كده بقى السفرة، وانا برجعها قلت طب ما ادورها اخليها بالطول زي اول ما جيت كده وحطيتها كده. وبعدين قلت في نفسي طب ما اجيب البوفيه، الجزء اللي هو في الناحية التانية ده انتوا هتشوفوا دلوقتي. بس كان في طبعا العمود بارز، فانا قلت لا ده مش هياخد البوفيه، بس قست كده لقيته هياخد، قمت مدخلاه. انا هنا بقى كنت عملت الطرقة دي نضفتها برضو ومسحتها، وهنا كمان الطرقة التانية دي برضو عملتها. بفرش بقى كده السجاد معاكم بعد ما لمعتهم برضو كده بالشرشوبة وكده. فرشت الجزء دوت، وقلت عشان ايه بقى خلاص ونروح بقى على الجزء اللي هناك اللي فيه الشغل. المفروض هنحط بقى كده البياضات بتاعة الركنة اللي انا جبتها. بصوا هو انا كنت رايحة بصراحة اجيب مش كنت رايحة اجيب البياضات، انا قلت هشوف لو لقيت حاجة مناسبة وعجباني هجيبها. ما لقيتش، انا اصلا كنت قبلها بكام يوم رحت للي انا جايبة منه اللي عامل لي الركنة دوت وجايبة القماش منه. قلت انا هجيب قماش نفس القماش ده بالظبط، وهجيب له اللي هو الكلفة اللي تحت دي اللي هي المكرمية، وهعمل البيضات اللي في دماغي. وبعدين خلاص يعني انا كنت ناوية على كده، ونازلة بقى العتبة ان انا هجيب اللي هو المكرمية ده، ال- اللي هو الكلفة اللي هي المكرمية. وبعدين قلت لو لقيت حاجة هتناسبني خلاص هجيبها، والحمد لله بصراحة لقيت حاجة وناسبتني، وقلت خلاص بقى بلا تفصيل ووجع دماغ. بصوا هي دي اللي انا جبتها طبعا، جميلة جدا، ويعتبر نفس لون الركن على فكرة. بصوا ما فيش فرق يعني، درجة بسيطة جدا لا تذكر يعني. هو قال لي ان هي معالجة ضد المية ومش عارفة ايه الحاجات اللي البياعين بيقولوها كده يعني. ولكن انا المهم عندي ان هي تحافظ على الركنة. انتوا شايفين الركنة اتبهدلت ازاي، والله احنا مش بنوسخها ولا حد بيوقع عليها حاجة خالص، ولا يعني مفيش حاجة متسخة بتيجي عليها. لكن انا قلت لكم قبل كده، بس هقول عشان اللي مشتركين جداد معايا في القناة، ان انا الركنة دي هي بتاعت جوازي، فانا كنت مجدداها. ما شلتش يعني، انا ما عملتش فيها اي حاجه غير ان انا كسيت قماش فوقها يعني. هي كانت بصراحه زي ما هي كده بحالتها كده، ولا مكسوره ولا القماش اللي كان فيها متقطع ولا حاجه. فهو لما شافها قال لي احنا هنكسيها قماش وبس. فتقريبا القماش اللي تحت بقى برضو مع مرور الزمن وسنين كتيره وكده ممكن يكون فيه بعض حاجه مش عارفه ايه، بدأت تطبع على القماش ده اللي هو القماش الركن الفاتح ده. بس فده اللي خلاها بصراحة، ده اللي خلاها اتبهدلت كده شوية يعني. لكن ان شاء الله بإذن الله مادام جبت بقى البياضات دي ان شاء الله عايزة اشوف شركة كده تكون كويسة وتنضفها لي ويبقى بقى خلاص انا كده معايا البياضات محافظة لي على الركن. ده بقى كان الشكل بتاعها. انا حبيت اصور لكم كده قبل ما اقفل الستاير والدنيا تبقى تضلم شوية، قلت لها خلينا بالنور الطبيعي كده اوريكم. وجبت كمان الكوشنز دول اللي هم برضو شغل المكرمية دول. دول كانوا ب200 وب200. بصوا انا هوريكم اسم المحل ده بصراحة كان البياضات انا جبتها ب800. وكنت عايزة كوشنز نفس شكل يعني نفس البياضات دي بالظبط، بس ما لقيتش، لقيت عنده نفس الشكل ده الديزاين ده بس لون تاني، فقلت له لا انا عايزة نفس اللون. فجبت الكوشنز من محل تاني، دي كانت عنده على فكرة في نفس المحل ب250. مشيت شوية كده لما ما لقيتش بقى نفس الديزاين ده فجبت دول وخلاص. من محل قدام كده لقيتهم عنده كمان ب200 جنيه. هو قال لي انا هنا جملة، قال لي ده يعني مش هتلاقي السعر ده، وفعلا طول ما انا ماشية الاقيهم واسأل عليهم اللي يقول لي ب240 او ب250. المهم هنا بقى دي ايد الركنة. طبعا انا وريتكم المناديل، هو جاي معاها البياضات دي 9 مناديل صغيرة. انا بقى خدت 4 و4 عملت لهم ايد. انا هنا لسه ما كنتش خيطت، انا بوريكم الشكل اللي انا هعمله. هو انا خلاص عملته بصراحة، هبقى اوريه لكم الفيديو الجاي يعني عشان لو ما حدش فهمني كده شفوي يعني. هوريكم انا عملت ايه. ده كان هيبقى الشكل. عملت ايد تانية بقى بديل للايد يعني. طبعا شفتوا الجزء الاولاني هي كل واحدة من البياضات دي مترين، فهنا جاية طويلة ما شاء الله ومغطية الايد. بصوا شكلها جميل قوي. فالجزء اللي في النص ده طبعا كبير، وفي جزء منه نازل كتير على الارض، هاخد منه جزء وهعمله برضو للايد بقى اللي هي الايد التانية. وممكن بقى ايه هيبقى معايا غيارين يعني للايد، هيبقى في الشكل ده والشكل التاني اللي انا هقسمه. فزي ما انتم شايفين بقول لكم هيبقى معايا بقى ايه غيارين لايد الكرسي، لايد الركنه. بص دي شكلها جميل قوي، اللي هي ايه اكنك برضو حاطه ديكور نفسه على على ايد الركنه. بصوا بقى السفره هنا لما حطيتها بالطول. قولي برضو رايكم كده. انا هنا دخلت بقى البوفيه، هو كان على الحيطه دي اللي في الوش.
حطيته في الجنب كده، وبقول اللي بشاور لكم عليها دي المفروض ان هو مخرج كهرباء، هو متأسس له يعني. ممكن بقى ايه، اجيب فيه ابليك احطه هنا. طبعا ده لو هما بقى إيه يعني ايه ارتاحوا في وضع السفرة بالمنظر ده. ممكن اسيبها كده شوية يعني، لو ما ارتاحوش هيبقى وقت بسيط وهرجعها تاني زي ما كانت. بس فهي بقى كمان وسعت المدخل من انا لما حطيتها بالطول، وسعت المدخل شوية، وسعته حلو يعني. هي كان بيبقى واسع وكل حاجة، بس لو في حد قاعد بياكل على الكرسي اللي هو الأولاني ده، كان بيبقى مفتوح طبعا، فكان بيبقى واخد شوية من المساحة. أهم حاجة احنا خلينا في الركنة وبيضات الركنة، قولي رأيكم ايه. هنا ده اللي هو نورة الأزهر ده اللي أنا جبت منه الكوشنز. ده الجملة. أنا صورت لكم الشنطة بتاعته علشان لو حد بقى نازل قريب بيشتري حاجة أو عايزين تشتروا حاجة. بصراحة حاجته جميلة جدا، وفعلا كانت أسعاره أقل حد هناك يعني. بعد كده بقى دخلت على المطبخ، على الكوفي كورنر. طبعا جبت بقى بالمرة شوية مجات كده وانا في العتبة بالمرة بقى يعني. طبعا المجات دي بصراحة انا المكان ده كل ما بروح لازم بجيب منه مجات يعني. هو حد كده برغم ان هو ما شاء الله يعني عربية بس كبيرة قوي وحاجات حلوة جدا جدا، فلازم بجيب منه كل ما اروح اجيب مجين 3 كده. قلت بقى ايه اغير كده الشكل هنا في الكوفي كورنر. بما اني بقى جايبه مجات جديده، حبيت استغل كده واحط، لان انا بصراحه برضو الكوفي كورنر هنا مش مظبط لسه معايا برضو. فنضفت كده، شلت بقى الحاجات اللي كانت محطوطه دي ونضفت تماما، وكانت عندي دي جبتها كده وهنحط عليها المجات. بصوا ده المج ده جبته، وجبت ده كمان، وجبت كمان الاولاني اللي انا كنت بشرب فيه الصبح ده، وجبت ده كمان اللي انا كنت بشرب فيه القهوه. طبعا انا جبت عشان انا عايزه حاجه بقى ايه اشرب فيها قهوه، ما تكونش كبيره قوي ما تكونش صغيره قوي يعني، مش عايزه مج كبير قوي اشرب فيه القهوه بصراحه. فجبت اللي هو المتوسط ده. المجات دي كانت الواحد ب30 جنيه. التاني اللي هو الصغير ده شوية كان ب25، والطبق بتاعه كان ب15 يعني. دي كل حاجة كانت لوحدها هناك، زي نظام ايكيا كده. كل حاجة بتتباع لوحدها. كان في فناجين جميلة جدا جدا، بس للأسف كانت من غير أطباق، فما عرفتش اجيبها بصراحة يعني. كان نفسي اجيبها قوي بس كانت من غير اطباق. حطيت بقى هنا ده طقم الشجر والتي كده، حطيته تحت هنا كده. وهنا ده اللي هي البرطمانات بتاعة الاسبريسو والنسكافيه، حطيتهم هنا زي ما كانوا. وحطيت بقى المجات رصيتها فوق كده. طبعا انا برضو هستنى رأيكم. بصوا انا حطيتهم هنا، وممكن شوية كده بصراحة هعمل درج للمجات كده. انا عندي اللي هو الدرج اللي تحت الفرن البلت ان، ممكن اعمله هو للمجات برضو بفكر يعني. انا بصراحة كان نفسي وانا بصمم المطبخ، والمطبخ يعني ده كان من تصميمي وانا كنت عايزاه كده يعني، ومصممة ان ده هيكون كوفي كورنر. وكان نفسي بقى الجزء اللي تحتيه يبقى فيه ادراج كده عشان اعمل درج كده للمجات وللمشروبات، بس بصراحة ما نفعش من المساحة، ما ساعدتنيش يعني. فمش مشكلة يعني، رضا والحمد لله. حطيت بقى البرواز ده كده، وحطيت الحاجات دي كده زي ما انتوا شايفين. هنا بقى جبت العلبة دي، حطيت فيها بدل ما مثلا هيبقوا كذا واحد محطوطين جنب بعض، انا حطيت هنا فضيت اللوز ده في العلبة دي، وحطيت فوق منها العلبة التانية اللي هي فيها المشروبات يعني. دايما بيبقى مثلا هنا عندي في الجزء ده علب مثلا فيها اي حاجة، زي كورن فليكس، زي مخبوزات، اي حاجة يعني بحطها هنا. فقلت العلبة البينك دي ممكن احط فيها اي حاجة، وعندي علب تانية برضو.
وزي ما شفتم كده بقى دوت الكوفي كورنر برضو ده الشكل النهائي بتاعه. قلت اعمل كده واحد اللي هو بديل نسكافيه اللي هو الصحي ده اللي بقولكم عليه. وقلت اقعد كده ارتاح بقى شوية واستمتع بالبياضات الجديدة والتنظيفات بقى اللي عملتها. خدت النسكافيه بتاعي كده وقعدت هنا كده اشرب. لما بنكون طبعا جايبين حاجة جديدة بنبقى فرحانين بيها. بصراحة أنا كنت فرحانة جدا إن هي هتحافظ لي على الركنة وشكلها كمان لايق جدا على الركنة. أنا بحب الحاجة البسيطة كده يعني. كان عنده ألوان تانية والغوامق لا قلت مرضتش أجيب حاجة غامقة. خلاص دي يعني سهل إن أنا أشيلها أغسلها وأحطها تاني. بس كده زي ما انتوا شايفين. حبيت بس اقعد ارتاح شوية عشان بعد كده بقى قلت هقوم اعمل الغدا. كنت في اليوم ده عملت رز وملوخية وفراخ يعني كان اكل بسيط. بعد كده بقى احنا كنا هنا خلاص بقى اخر النهار. كان اليوم الحمد لله تمام كده وخلصت. وخدت شوية كده غسيل. كانت دورة غسيل عندي خدتها كده انشرها. حبيت بس اوريكم كده الغروب كان شكله جميل. هو شكله عجبني كده فقلت اصوره لكم. لكن هو ممكن يكون مش كان باين قوي في التصوير في الكاميرا يعني. لكن كان شكله بصراحة على الطبيعة ما شاء الله اللهم بارك. سبحان الله سبحانك يا رب سبحان الله يعني. بيخلي لون الشمس الأصفر فاقع للون الأورنج الجميل ده يعني. سبحان الله سبحانك يا رب. كنت بحاول أظبط لكم بس الكاميرا كده وبس كده أقول لكم مع السلامة.